اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج قعده الريدز. هنتكلم النهارده عن ليفربول، المشاكل اللي بدات تظهر، حاله الفريق بعد 5 ماتشات. فيلا بينا نبدا. هنبدأ كده أول كلامنا بعد ماتش نوتنجهام. بعد أول تعثر في الدوري شفنا الفريق بحالة سيئة شوية، شفنا تبديلات جت بدري قوي مع لعيبة انت اصلا مش معتمد عليهم ولسه حالتهم مش قوي. بدأت شوية المشاكل تظهر، يعني نص الملعب كان يفتقر الى الابداع خالص. سوبوسلاي مع انه كان سيء سابه لحد الماتش ما خلص. نفس الكلام صلاح اللي ما كانش قادر قوي ساعتها يظهر بشكل كويس، سابه برضه لاخر الماتش مع انه كان ممكن يبدلهم عادي. نروح بعد كده الماتش الميلان اللي في اول 3 دقايق انت دخل فيك جون على طول. لسه في مشاكل اللعيبه، يعني في مشاكل فرديه. جون جه بدري قوي بس رغم كده انت كسبت، عملت ماتش كويس. الميلان من بعد الجون تقريبا يعني ما كانوش خطار قوي. شفنا اول جون من كرة ثابته، فده كويس استخدام الكور الثابته اهو. يعني في ماتشات متقفله بعد كده زي ماتش نوتنجهام ممكن نلاقي الحلول دي من فاول او من كورنر زي ما شفنا. كوناتي جاب واحده وفان دايك جاب واحده، فدي حلول كويسه. كنا ممكن نستخدم الحاجات دي في ماتش نوتنجهام، بس زي ما بنقول كده ايه، يعني كويس ان ماتش نوتنجهام ده جه عشان بعد كده نحسن من نفسنا. شفنا اداء بعض اللعيبه اللي كان كويس بصراحه. فان دايك يعني ملوش بديل، مش عارف الراجل ده لو جراله حاجه احنا هننزل نلعب درجة 7 مثلا، لازم نلاقي له بديل بصراحة. الراجل ده بيعمل كل حاجة في الملعب. جرافنبرخ اللي قدم مستوى جيد في الماتش، ناس كتيرة بقت خلاص مركزة معاه، بقت شايفاه لعيب كويس. هو فعلا رجع لمستوى كويس بعد الإصابات وهكذا. جوتا لسه شويه مش قوي، ويعني اقتراحي انه يبدا يلعب بنونيز شويه، لان جوتا تاريخ اصاباته دايما بتيجي في الاوقات المهمه. يعني جوتا المواسم اللي فاتت كلها اي ماتش سيتي ماتش ارسنال اغلب الاوقات دي بيبقى مصاب، فانت لازم تبدا تعتمد على نونيز لان جوتا تاريخه في الاصابات كبير. فحاول ندي فرصه لنونيز كده. هو مش احسن حاجه وبيضيع كتير الكلام ده كله، بس مش هيحصل حاجه لو ادينا له فرصه. شفنا جاكبو اهو اخد فرصته ولعب ماتش كويس جدا، صنع هدف. اعتقد اللعيبه دي لازم تاخد فرصتها الفتره الجايه، خصوصا ان انت يعني الماتشات في الدوري مش اصعب حاجه. الماتشات في الدوري لحد كام جوله الماتشات سهله. نروح يعني مش عارف هفضل اذكر اسمه كده لحد امتى. سوبوسلاي الشوط الاول فكرنا باحمد مدبولي لما كابتن ايهاب جلال الله يرحمه وقال له انت هتلعب رقم 10، قال له يا كابتن احنا هنلعب ناقصين ولا ايه. هو نفس الفكره كده. انت بتعمل ايه؟ انت الكره بتجيلك، في كره جات له قويه، بصه من فان دايك ما عرفش يستلمها، قام راددها في ماكاليستر كانت هتروح علينا بجون. طب يا ابني انت عايز ايه؟ طيب انت صانع العاب، كذا كوره بتجيله بيقعد يرقص مش عارف. طب يعني كرة جات لك سهله خلصها، ما تقعدش بقى. بص يعني سوبوسلاي انا مش عايزك زي دي بروين عشان ما افورش. اتفرج على كوتينيو زمان وقلده، ده اللي انا عايزه. هل ممكن نلاقي بديل لسوبوسلاي؟ جونس يبدا ياخد مكانه لحد ما سوبوسلاي يظبط كده نفسه شويه. اليوت مصاب، ف جونس بقى هو اللي ياخد الحته دي، او ممكن كييزا يلعب في المركز ده عادي. فهنشوف كده الفريق هيمشي ازاي. نروح كده التصريح كده اتقال، تصريح رودري اللي طلع قال الماتشات بدات تبقى زياده، فاللعيبه بعد كده هتبدا تحتج على الماتشات او تعمل اضراب حاجه كده. يعني انا بشوف ان ده كلام غريب شويه. يعني انت كلاعب كوره ده شغلك، فانت المفروض عارف ان انت مثلا عندك في الموسم 70 ماتش، فانت خلاص انا بجهز نفسي بدنيا وبجهز نفسي ذهنيا ان انا هلعب الموسم كده. ما شفناش مثلا لعيبه زمان بتقول لا والله انا مش قادر العب فهريح، يعني دي حاجه غريبه قوي. المدربين برضو نفس الكلام، انت شايف عندك ماتشات كتيره فانت لازم تجهز على الاقل 25 لعيب عندك جاهزين وتعمل روتيشن ما بينهم. لعيبه تلعب ماتشات دي، لعيبه تلعب ماتشات دي، مش افضل حابس نفسي في 11 15 لعيب. فيعني احنا اصلا لو جينا نبص على فريق زي مانشستر سيتي ده في مركز رودري وعنده بتاع 4 5 لعيبه، يعني مش عارف، حاسس ان التصريح ده مش في محله بصراحه، مش منطقي بالنسبه لي الكلام اللي اتقال ده. وبس دي كانت نهايه حلقتنا، اشوفكم الحلقات الجايه، مع السلامه.